السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي من خلاله غادي نديكم معايا في زيارة خاصة للمحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط. وخلال هذه الزيارة غادي نوريكم جميع المرافق ديال المحطة، وغادي نخلي لكم معلومات مهمة اللي غادي تفيدكم إن شاء الله. الملك محمد السادس يدشن المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، والتي ستستقبل أزيد من 10,000 مسافر يوميا في مقابل 6,000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، حيث بلغت قيمة استثمارات هذا المشروع 245 مليون درهم. والمحطة الطرقية الجديدة هو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي لمدينة الرباط، ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها. وتتوفر المحطة الجديدة التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة 22 مكان في مقابل 38 رصيفا بالمحطة القديمة القامرة. كما تتوفر المحطة الجديدة التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت، فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، وتحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا، فيما لم تتوفر محطة القامرة سوى على 50 محل. وتتوفر المحطة على ولوج مباشر للطريق السيار رباط الدار البيضاء، حيث تم تشييدها على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات بالمدخل الجنوبي للطريق السيار، وعلى مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وتستجيب المحطة الطرقية التي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازها في أكتوبر 2017 لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقومات الأمن والسلامة وجودة الخدمات. وتعتمد المحطة الجديدة في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات نقل المسافرين واللوجستيك، بالإضافة إلى تسهيل عملية اقتناء تذاكر السفر، وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت. يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها، مما يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة. إلا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة ديالنا، ما تنسوش تشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بفيديوهات جديدة دائما، وخليوا لنا لايك للفيديو، واللي استطاعته أنه يدعمنا ميرسي، الله يجازيه بخير، وشكرا لكم على المتابعة. وما تنسوش تخليوا لنا تعليق لتحت، كتبوا لنا الملاحظات ديالكم، كي جاتكم المحطة، وشنو هي النصائح اللي توجهوها للمواطنين اللي غادي يستافدوا ان شاء الله من هذه المحطة هذه. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. شكرا لكم.